السلام عليكم حبايب قلبي. صباح الفل، صباح الجمال، صباح القشطة، صباح الورد على عيونكم. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. النهاردة بندخل مطبخنا ونقول بسم الله، وبنعمل أكلة جميلة جدا جدا جدا، أو تحلاية جميلة جدا جدا جدا، وهي موس البرتقال. طبعا بمناسبة ان الفاكهة عندنا اليوم دول متوفرة جدا جدا، واسعارها جميلة وفريش وطازة وغنية جدا بالعصير بتاعها. بنعمل النهاردة تحلاية جميلة جدا، هي موس البرتقال. بما ان البرتقال متوفر كده معانا وجميل، فنقول بسم الله ونتوكل على الله وندخل نعمله بطريقة جميلة وجديدة، وهيحبوا أولادنا ويحبوا كبار السن وتحبوا جميع أفراد الأسرة، لأنه لذيذ وطعم ومغذي ومفيد وغني بفيتامين سي وغني بالفيتامينات كلها وبيقوي المناعة. فنقول بسم الله نتوكل على الله وندخل مطبخنا ونبدأ أكلتنا ونقول توكلنا على الله. أول حاجة معانا هنا البرتقال، جبناه في البولة دي مغسول وزي الفل وجميل جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. طبعا برتقال بلدي، مش برتقال بسرة، بلدي يعني حادق، يعني في نكهة جميلة جدا وفي طعم لذيذ جدا 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 وغني بالعصير بتاعه. بنجيبه كده ونغسله ونحطه في البولة بتاعتنا، وبنجيب صينية كده وبنقطع وبنقطع ورقة زبدة وبنحطها عليها بالصورة ديت، وبنجيب سكينة شاطرة كده، سكينة حامية، سكينة ماضية معانا، ونبدأ نقطع شرايح برتقال رقيقة جدا. بنحطها في الصينية بتاعتنا دي وبنرشها سكر حبيبات من الجنبين، سكر خفيف جدا كده، وبنكون مجهزين الفرن بتاعنا وشعلينه، وبنحط الشرايح دي في الفرن بحيث تجفف بس ما تاخدش لون غامق، ما تبقاش بني، تاخد لون الذهبي الجميل المسكر المجفف الروعة. وبنقطعها شرايح رقيقة جدا وبنغطيها بالسكر الحبيبات من الجنبين، وبنحطها في الصينية دي، وبنبدأ نطلعها ونقلبها على الجنبين بحيث تجفف من الجنبين وتبقى جميلة جدا. وأثناء ما احنا بنقطعها لو قابلنا أي بذر أو أي بذور معانا للبرتقال بنشيلها وبنزلها علشان ما تمررش معانا، وبتبقى جميلة جدا جدا. وهقول لكم دي بنستخدمها فين وفي أي مرحلة في أكلتنا. أوكي، يلا بينا ونقول بسم الله. اول حاجه بنقطع الكعب ده، احنا مش عايزينه بالظبط الكعب الايه، القشره دي كده احنا مش عايزينها. ونقول بسم الله بقى ونبدا ناخد اول شريحه معانا، ونحاول نرقق جدا. كل ما رقت معانا كل ما كانت جميله، كل ما رقت معانا كل ما كانت ايه، جميله بالصوره دي. شايفين يا حبايبي؟ جميله جدا. ده برضو اهي واحدة تانية اهي. وهنا حبايب قلبي قطعنا البرتقال بتاعنا شرايح بالصورة دي كده بالظبط، ومعانا بولة فيها سكر، وبنجيب الصينية بتاعنا اللي فردنا فيها ورق زبدة بالصورة دي، وبنرص فيها بنعك كده السكر من الجنبين من البولة بتاعتنا، وبنحطه هنا بالصورة دي كده. بمسك البرتقال بتاعنا بالصورة دي وبنزله في البولة بتاعتنا اللي فيها السكر، وعاكه من الجنبين واحطه كده في البولة بتاعتنا بالظبط كده. بنزله وعاكه من الجنبين، اعفره كده من الجنبين بالسكر الحبيبات، وبنزله على الورقة بتاعتنا في الصينية، وانا مجهزة البوتاجاز او الفرن ومولعاه على 180 درجة بالظبط. برصهم جنب بعض بالصورة دي.
كل ما كانت الشرايح رقيقة معانا تبقى جميلة جدا. يعني بنحاول قدر الامكان ان احنا نرقق الشرايح جدا، ونجيب سكينة ايه حامية جدا بحيث تقطع معانا بكل سهولة. ولو في اي بذر بيقابلنا بنشيل البذر ده ونتخلص منه عشان ما يمررش الشرايح دي معانا. كل الشرايح كده بنعملها بالصورة دي، بنرصصها في الصينية بجوار بعضها، بتكون جميلة جدا ولذيذة جدا في وصفتنا النهاردة، وبتحليها وبتجملها. وهنعرف مع بعض احنا هنعملها بصورة شكلها ايه. كده خلصنا كل الكمية بتاعتنا، بندخلها الفرن ونرجع لكم بإذن الله. وبنبدأ كده حبايبي نقطع كمية من البرتقال بحيث ان احنا نعصرها، بنقطعها انصاف كده ونتخلص من البذور بتاعتها عشان ما تمررش الوصفة معانا. وبنشيلها علشان نعصر كمية من البرتقال بحيث ان نحصل على 3 كوبايات عصير من البرتقال. وبنتخلص كده زي ما انتم شايفين من البذور علشان ما تمررش الوصفة معانا وتبقى مش ظريفة، فبنتخلص منها كده في البداية على طول بحيث نعصر البرتقال ونعاير منه من كمية العصير دي 3 كوبايات او 3 مجات من بتاعة النسكافيه اللي احنا بنشرب فيها النسكافيه. وبنعمل كده كمية عصير جميلة جدا، والله الريحة مشهية جدا، ريحته بسم الله ما شاء الله فريش، والريحة مشهية جدا جدا جدا. فبنعصره كده وبننضفه وبنجهزه وبنعصر الكمية كلها ونرجع لكم بإذن الله. وطبعا عصارة يدوية زي اللي معانا دي مفيش مشكلة، عصارة بالكهرباء اللي ما عندوش عصارة بالكهرباء، هنا عصارة معانا عادي يدوية بنعصره بإيدنا وبنعاير 3 مجات ونرجع لكم بإذن الله ونشوف الخطوة الجاية في وصفتنا النهاردة. وهنا حبايبي عصرنا كل كمية البرتقال ال3 مجات معانا، واللي شايفين لونه بسم الله ما شاء الله فريش وجميل، روعة روعة روعة، وريحته عبت الدنيا، جميل بلدي وفريش، تحفة تحفة تحفة. بنعمل يا حبايب قلبي؟ هنا معانا 5 معالق نشا بننزل بيهم على كمية البرتقال دي بالظبط كده، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بالظبط. بننزل بيهم الكمية كلها كده. وكمان معانا 3 معالق سكر حبيبات برضو بننزل بيهم على البرتقال. وبندوب كده الكمية اللي معانا على البارد كلها على البارد كده قبل ما نوديها على النار، بحيث تدوب كل كمية النشا والسكر عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات معانا في العصير بتاعنا. كل كمية بندوبها كده على البارد بالظبط كده لغاية ما يتأكد ان الكمية كلها، كمية النشا وكمية السكر كلها دابت. بننزل نحطها بقى على الغاز او على البوتاجاز او على النار، انما كده بنتأكد ان كل كمية دابت على البارد بإذن الله. اوكي يا حبايبي؟ وبنشعل الغاز حبايبي على الخليط بتاعنا اللي هو عبارة عن عصير البرتقال 3 مجات والسكر والنشا. بعد ما دوبناهم تماما على البارد بننزل بيهم كده على نار متوسطة، وبنتم نقلب فيهم علشان ما يلتصقش النشا تحت او يعمل تكتلات او ينحرق. فبنفضل نقلب فيهم كده على نار متوسطة بحيث الخليط يتقل معانا ويتجانس
ويبقى مهلبية جميلة جدا. مهلبية البرتقال اللي بنحولها في المراحل الجاية من طريقة وصفتنا إلى موس البرتقال اللذيذ جدا. وبنتم نقلب فيها كده حبايبي على نار متوسطة، ما نسيبهاش خالص بحيث ما تعملش أي تكتلات معنا. كده حبايبي بالصورة دي معانا، بتم اقلب بسرعة. وهنا حبايبي فرمنا بالظبط بقيمة معلقة كبيرة بشر برتقان، اللي هي القشر البرتقاني بس، الطبقة البرتقاني بس، خدناها كده قيمة معلقة وحطيناها في طاسة على النار مع كوباية عصير برتقان مع معلقتين سكر، وحطيناها كده على النار علشان تتكرمل وتاخد قوام تقيل، عشان نضعها جرناش على وجه الموس بتاعنا وتديله نكهة وريحة جميلة جدا جدا جدا. وبقلبها من وقت للتاني على نار هادية جدا 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 علشان ما تلطعش من حتة او تتحرق من حتة. بقلبها كده بهدوء وببساطة، وما شاء الله الريحة عبت البيت، ما شاء الله ريحة العصير البرتقان الفريش مع بشر البرتقان عاطين ريحة كده مع النار جميلة جدا جدا جدا، والبخار اللي طالع ريحته تحفة. وبشر البرتقان الناعم جدا بالمبشرة بالجنب الناعم جدا بيديله نعومية جميلة، وبيستوى كده على النار وبيدي خواص جميلة جدا جدا، والريحة كده تحفة، وبتندمج مع بعضها وبيتقل تدريجي معانا، وبنقلبه كده بحيث ناخد القوام اللي احنا عايزينه من غير ما يلطع او يتحرق من اي جنب خالص، على نار هادية جدا بحيث يديلنا قوام ايه جميل جدا. وده بالظبط القوام اللي احنا عايزينه. شايفينه بقى صوص مركز جميل جدا لزج، تحفة تحفة تحفة، جميل جدا. وبشر البرتقان فيه لونه روعة روعة روعة، ما شاء الله الكاميرا كمان مش عطياله حقه، جميل جدا جدا جدا. وبنمشي كده في وصفتنا بكل هدوء، بتطلع معانا جميلة جدا واخدة حقها ولذيذة جدا. شايفين الصوص بتاعنا، شايفين خواصه، شايفين قوامه، تحفة 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 تحفة. وهنا حبيبي جبنا البولة بتاعتنا، وهنا معانا مج لبن نصه كده كمية مشبرة اهي، حطيناها في التلاجة تبرد شوية تتلج يعني بمعنى أصح. وهنا معانا كوباية كريمة بودر، ناخد اللبن نحط في البولة بتاعتنا ونحط معاها اللبن بتاعتنا ونضربهم في المضرب الكهربائي بإذن الله. هنا كده بننزل بالكريمة، كوباية الكريمة كلها، وبننزل نص كوباية اللبن بتاعتنا المتلجة خالص، ونضربهم بالمضرب الكهربائي من غير اي سكر لان المهلبية بتاعتنا فيها السكر. وهنا حبايب قلبي بنشوف المهلبية بتاعتنا بسم الله ما شاء الله بردت جميلة جدا واخد قوام جميل جدا، هو ده القوام اللي احنا عايزينه بإذن الله. ونروح كده نضرب الكريمة بتاعتنا ونرجع لكم ونقول الخطوة الجاية هي ايه بإذن الله. وده القوام بالظبط اللي احنا عايزينه بسم الله ما شاء الله، جميل جدا جميل جدا، هو ده القوام اللي احنا عايزينه بالظبط. بنعمل ايه؟ شايفين عاملين بدان بيعمل معانا زي البرقان كده والتشكيل ما بيروحش، هو ده القوام اللي احنا عايزينه بإذن الله. بنقول بسم الله كده وبننزل بالخطوة التانية. ايه هي الخطوة التانية؟ ان احنا بنحط عليه المهلبية ايه بتاعتنا ونقول بسم الله توكلنا على الله، الصلاة والسلام على رسول الله. كده بالظبط كده بننزل بالكمية ايه كلها بتاعتنا،
زي ما احنا شايفين بالظبط كده. وبنروح نخلطها بالمضرب الكهربائي ونرجع لكم بإذن الله كده بالظبط. ونخلطها مع بعضها المضرب على سرعة عالية ونرجع لكم وبيتكون معانا الموس بتاعنا بإذن الله. وهنا حبايبي خلصت وصفتنا. شايفين الخواص كريمي ازاي؟ تحفة يعني ما شاء الله عليها. الخامة تحفة وانضربت ضرب جامد خالص ما شاء الله، بحيث ما يبقاش فيها اي تكتلات، والقوام متجانس وتحفة تحفة، والطعم والريحة والنكهة بسم الله ما شاء الله. يا رب تجربوها كده معايا. ونبدأ بغرفها في البولات بتاعتنا كده حبايبي. بنغرف بالظبط البولات بتاعتنا وبتبقى احلى اكلة بتعجبكم بإذن الله. وما تنسونيش كده مرة تانية اهو بذكركم ادعموني باللايك والشير والضغط على زرار الاشتراك وتفعيل الجرس على وضع الكل عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. وربنا يجعلنا نفيد ونستفيد بإذن الله. وتجربوها كده وتعجبكم إن شاء الله بإذن الله، وتقولوا لي جربناها وعجبتنا. ويا ريت اللي عملها يصورها وينزلها في الكومنتات يشجعنا كده على خوض التجربة عشان الكل يتشجع ويعملها ويقول ايه رأيه. بنغرفها في كاسات او في بولات او في قوارب كده للتقديم، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. تقدميها لأولادك، أفراد أسرتك، أي ضيف جالك على فجأة في العزومات. جميلة جدا كطبق تحلاية جميل جدا وسريع وسهل ومكونات بسيطة جدا جدا جدا. بنعمل أحلى طبق موز برتقال جميل جدا بألوانه الجميلة ونكهته الجميلة جدا وطعمه الغني والمفيد. وكل يوم جديد إن شاء الله في قناة أمل في جديد بإذن الله. وهنا بينزل صوص البرتقال اللي احنا عملناه على وجه كده الطبق، بنعمل له ديكوريشن وطعم ولون جميل وحكاية جدا جدا جدا. بنوزعه كده على وجه الطبق بتاعنا، عطاله بقى لون ولمعة وطعم وريحة. وقطع بقى قشر البرتقال باينة عليه كده جميلة جدا جدا جدا. شوفوا لي المنظر ده. وهنا غرفنا برضو كاس كده جميل جدا بنحط على وجهه برضو الكرناش بتاعنا من الصوص اللي مكرملينه من كوباية عصير البرتقال، معلقتين سكر وقشر البرتقال رقيق جدا. وبكده بقى بنكمل الصورة بتاعتنا. شوفوا لي بقى المنظر ده حبايب قلبي جميل قد ايه، روعة ولذيذ جدا وممتع. وبتاكلوا طبق تحفة بإذن الله جميل جدا ويعجبكم إن شاء الله بإذن الله. ورجاء تدعموني باللايك والشير وتفعيل زرار الجرس بيوصل لكم كل جديد بإذن الله.